نتوقع، شوف اسمع الكلام المليان ده، نتوقع تسليم حسين برشم وبأربع 1800 وب 176 عربية بكامل عتادة وثمانية تناكر. جاكر الجاكر 8 تناكر. نتوقع، شوف الكلام ده، شوف الكلام ده. اسمع هنا، اسمع اسمع الفتك، اسمع الجديد، اسمع ما بتسمعه في اي حته. اسمع الهدهد جاب لك الخبر شايلوا النسيم اصلا. لسه ما قلنا لك اللايف ده قبل المويات فيه مفاجآت. عشان كده جوكو خليه يصل وخلي نحن ذاتنا نفرح. يا حسين برشا الارجل مراحه فطينا 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 يا حامد ما تبوظ الشغل. بوب 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 بوب. انا ما في زول جاب لي الخبر، خبر جبته من الجنجويد. انا ما جبته لا من استخبارات عسكريه ولا جبته من اي اتجاه، جبته من جوا الجنجويد، جوا ده. حي انا حي. وري وشك يا صاحبي، وري وشك. كلمتك عبد الرحيم ده، كلمتك انا. قال عبد الرحيم ما يعمل لنا زوبا. لو داير 8 مليار اللي عدونا لها في عام 2019 اشترينا بها التكاتك لجيش المرحال، نديها لتو ده، تو اديها له. كلمناكم يا فرد. شغلنا سخن. شيروا، خلي اللايف ده يمشي ضيف الله. شيروا اللايف خليه يمشي لضيف الله في المانيا. ضيف الله الجنجويد، ضيف الله مع عمل مشى الجنجويد. حسين برشم جاي، وخليه ضيف الله يطلع يقول حامد كذاب. بس حسين برشم جاي خلال 72 ساعة. حسين برشم جاي بمشيئة الله. حسين برشم راجع لحضن الوطن. كيف دي كيف دي. تحياتنا يا برد. بل يا صاحبي. لا لا وي داري لنا 50 مان الشباب ديل حققوا الهدف ده يا جماعه. ناس داري نرفعكم والله. لا 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 بل بس لا 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 انا الداير يجي يا زول. الداير يجي كله يجي. بنرفعنا فطينا فطينا فطينا. حسين برشم برشم يا برشومي. احنا ما جبنا بقبوقي بقبوقي. كلمناكم قلنا لكم بقال زولنا يا، وقلنا لكم جوج وماجوج زولنا اسي في الطريق جاي. لو ما تشات كان قفلت كان جه. هسي حسين برشم زولنا. كلمتكم انا ومن زمان قاعد اقول لكم حسين برشم زولنا. قجة ما حنجيبه. كلامي ده لازم تسمعه. حسين برشم زولنا وحنجيبه. الكلام ده لازم الناس تعرفه، لأن حسين برشم جاي بقاعدة كاملة. قلت له وسيطك منو؟ إن شاء الله كيكل بس. الله دي عجيبة دي كيك كلام. قلت له عندك المصادر تجي النيل الأزرق هناك. لا لا تعال تعال يا ولدي، تعال تعال تعال. ارجع لي مراحة. تعال يا صاحبي، ما عندي لك حاجة. تعال في لك عداوة ما بتجيك أوجه يا صاحبي. أنا ما كلمتهم قلت لكم جلا ما هيجي، وده أنا ما بقبله. لازم ينجخب. فات فولجنج فات. لكن الولد ده ولدنا يا جماعه. برشم ده ولدنا. ليش 3 سنة واقول لكم برشم زولنا وبقولي زولنا. وهسي بغبغه يا بغبغه يا بغبوغي يا بغبغه. ايش فين بقال يا راجل يا بغبوغي؟ يا بقال فين يا حمادي. ولد؟ يا السلام عليكم. كريم يا غالي، والف الف مبروك الانتصارات يا بركه. حبيبنا والله، حبيبنا والله. رضوان يا يا زول دارين لنا زلزل اسدين هنا. ده يا زول دارين لنا اسدين كربات يا صاحبي. يجن تستاهل 10 مش 2، تستاهل 10 يا قلب اخوك. والله تستاهل 10 يا قلب اخوك يا اخي. وبعد ده شفت لازم تجي تفطر مع اخوك. رايك شنو؟ لا انا بجيك ان شاء الله. والله بجيك، والله ضروري ضروري يا قلب بجيك اخوك. والله.
بيجي يا اخوي، والله والله انا اخبارك شنو؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، وأجل الشفاء للجرحى والمصابين، وأودا حميدا للمبعوثين. نسأل الله للغدير أن يكتب النصر المؤزر للشعب السوداني، بخصوص اللي هو حسين برشم. وطبعا كلكم تعرفوا حسين برشم واحد من قادة وتردام السري في محور كردفان، وطبعا اختفى لفترة طويل جدا، والناس بيتساءلوا انه الرجل ده فات وين. طبعا في خلافات كبيرة جدا بسبب القروش كان تم دفعه له، وقالوا انه اكل القروش ده. خلافا لذلك النقص الحاد بالنسبة للعطاء العسكري اللي كان بيجي من قوات الدعم السري، وبالتالي كلكم شفتوا عمليات بتاعت الحديث والهجوم للقادة بتاعتهم، وتصفيات تم لكثير من القادة في كردفان أبناء اللي هو الميسيريا. وبالتالي الزول ده خاف لنفسه، وكان كل ما يرسلوه للمعارك ما كان بيظهر. وكلكم لاحظتوا انه الزول ده ما ظهر حتى في معارك اللي هو شنو بابا نوسة ولا الهجليد، ولا المعارك اللي بينقاد حسي حاليا بقيادة الدعم السري واللي هو شنو حركة شعبية. بالتالي الناس ديل فقروا صيغة من قوات الدعم السري، ولكن هم ما أعلنوا مباشر، وكان بيفتشوا في طرق انه يجوا يسلموا للجيش. وكلكم شفتوا القيادات اللي جت سلم النفيسة في اللي هو شنو شمال كردفان. لذلك في كثير من القادة بتاع قوات الدعم السري هم شافوا انهم ماشيين في هلاك وما عندهم اي مخرج، وبالتالي دولة تأسيس او قيادة بتاع قوات الدعم السري ما بيشوفهم اي حاجة، وهم بيشوفهم ذاته كان عثرة في طريق انه يحققوا دولتهم. وبالتالي حاليا بدأوا انه الناس ديل يفكروا هم ذاته بنفس المنطلق، لانه كل القيادات البارزة بالنسبة لابناء المسيرية تم جغمهم. فحسين برشم قرر انه يسلم للجيش السوداني بكثير من الجنود بتاعه والعتاد العسكري، وهو بعيد جدا من المعارك. كان ظهر في تولودي، ومن تولودي اختفى نهائيا. ليه؟ لانه هو ما عايز يظهر، وعرف الخباثه اللي قاعد يحصل. وحاليا هو خلاص بعدد من قواته انه بيسلم للجيش السوداني. وطبعا الشغل ده دخل ايضا ربكه في اوساط بتاعت شنو ابناء قبيلته، لانه كل ما حصل عمليه بتاعت انقسامات داخل القبائل، كل ما كان حصل فيه ضوف، والضوف ده بيكسره اكيد. وحصل حاليا كلنا عارفين انه المحاميد برضه خروجهم من الدائره اللي هو شنو وتدعم الزري، وذهابهم الى مناطق سيطره الجيش. وابناء اللي هو المحاميد اللي موجودين في قوات الدعم السريع في قادم الايام سيكونوا كلهم في حوزه او في خط واحد مع الجيش. الكلام ده يعني انه زوال اللي هو شنو معسكر علي دقلوا نهائيا، واللي بقوا هيكونوا بسيطين. وكل الناس دي ربما في الايام الجايه هتشهدوا زي ما الزول ده سلم، هيسلم كثير من اللي هو ابناء الميسيريه اللي هو شنو للجيش السوداني. فنسال الله القدير انه يكتب النصر المؤزر الشعب السوداني.